والوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله نوع من المعسلات اللي كيجي رائع بزاف، سهل التحضير، سريع التحضير، ومكونات قلالين. عندي في المقادير 300 غرام ديال الكركاع، وعندي هنا 250 غرام ديال النوازيت البندق. عندي كذلك هنا تقريبا نص كاس ديال العنبه ديال الزنجلان اللي كيكون محمر، 2 ساشيات ديال السكر اللي كيكون منسم بالزهر، وعندي هنا شويش ديال القرفه. بالنسبه للكركاع والنوازيت فحمرتهم واحد شويش في الفران باش كيتقرمشوا، ودابا غنطحنهم. كتشوفوا هنا كيف طحناهم، ما خصناش نطحنوهم حتى يتعجنوا، كيبقاو بحال هيدا عاملين مرملين، غير هما مطحونين رقاقين. دابا غنزيد عليهم هاد السكر اللي منسم بالزهر، القرفه والزنجلان. بالنسبه للزنجلان كيف قلت لكم راه محمر ماشي خضر، وكنخليوه صحيح. دابا نخلط هاد المكونات مع بعضياتها. خديت هنا ورق الفيلو، غنحطها هيدا على العرض. خديت 3 ديال الورقات مع بعضياتهم بحال هيدا كيف شفتوا. هنا غنرجع للتاميره ديالي، غنرجع ناكد عليكم المكسرات ملي كنطحنوهم ما كنخليهمش حتى كيتعجنوا، خصهم يكونوا بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للمكسرات كذلك ممكن تعملوا اي نوع كيعجبكم، ممكن تخلطوا 2 انواع 3، ممكن تعملوا غير واحد. اللي عملتو كيجي مزيون. غير حاجه مهمه وهي الزنجلان خضر، زنجلان صحيح عفوا، ويكون محمر. عملوه في الوصفه محمر ماشي خضر، راه كيعطي واحد المذاق رائع بزاف، وبالشهاده حتى ديال العائله منين ذاقوها. صافي هنا من بعد من حطيت الطبقات ديال المكسرات بحال هيدا، صافي هنا كنلويو ورق الفيلو، كنلويو وما كنزيروش يدنا. منين كنوصل للاخر عندي هنا خليط ديال الطحين مع شويه ديال الماء، هو اللي كندهن به الاطراف ديال ورق الفيلو باش كتلصق لي مزيان. دابا غناخذ موس اللي كيكون ماضي، وكنقطع الاطراف ديال ورق الفيلو اللي كيكونوا خاويين، ومن بعد كنبقى نقطعهم بهذا السمك هذا. من الاحسن ما ترقوهمش، خليهم يجيو عاليين، كيجيو في الشكل ديالهم او المنظر ديالهم كيجيو مزيون، كيكونوا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاطه ديال الفران كتكون فيها ورق الزبده، ولا ما كانتش بلا ما تحتاجوا لا تدهنوها لا حتى شي حاجه. هنا كناخذ الزبده اللي تكون نوعيه جيده من اصل حيواني، كندوبها وكنزول ديك الرغوه اللي كتكون فيها باش ملي كنحتفظ بهم مده طويله ما كيتغيرش المذاق ديالهم. ضروري الزبده ما كتزولوا ديك الرغوه اللي فيها وتخليوها تغلى غير واحد شويه، كترجع بهذا اللوين هذا. وهنا كنعملوا لهم زبده من فوق، وعاد غندخلوهم يطيبوا. بالنسبه للفران مشعول على درجه حراره 180، مشعول من فوق ومن تحت، وراه ما كياخذوش وقت طويل في الطياب ديالهم، دغيا ديك ورق الفيلو كيتحمر. التحميره كيف كتشوفوا هي هذه مباشره منين كنخرجوهم وهما سخانين. كنعملوا لهم العسل من فوق، ممكن تعملوا لهم العسل وممكن تعملوا لهم القطر اللي توفر عندكم، كيجي مزيون فيهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد المعسلات ديالنا، كيجيو رائعين في الشكل ديالهم. كيف شفتوا ساهلين ودغيا كيوجدوا، وممكن تعملوا حتى كميه كبيره اذا بغيتوها لشي مناسبه او لشهر رمضان المبارك. راه كيجيو هائلين. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهم كتعملوهم غير في طاسه، كتفرقوا بيناتهم بورق الزبده او لا شي بلاستيك، وكتخليهم في الثلاجه باش ديك العسل كيبقى لاصق عليهم ما كينشفوش دغيا. القوام ديالهم كيجيو فيهم واحد التقرميشه خفيفه والهشوشيه، كيجيو كيذوبوا في الماكله ديالهم، كيجيو رائعين. وما نقول لكمش على المذاق ديال المكسرات مع الجنجلان وديك القرفه اللي عملنا لهم والسكر ديال اللي منسم بالزهر، كيجيو هائلين بزاف. اذا ما توفرش عندكم السكر اللي كيكون بنقط الزهر ممكن تعملوا قطرات من روح الزهر، حتى هو كيجي نفس الشيء. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في وصفه جديده غدا ان شاء الله.